السلام عليكم. نتابع معكم تطورات الأحداث في سوريا، والآن سوف نتكلم عن هيئة تحرير الشام. طبعا هيئة تحرير الشام وجدنا أن فيها تصدعات كثيرة. هذه التصدعات خاصة في القيادات وفي الهيئة الأمنية والشرعية التابعة لها. أسأل سؤال الآن: ما هي ضمانات أبو محمد الجولاني في البقاء على قيادة هيئة تحرير الشام؟ أو ما هي ضماناته في ولاء باقي العناصر لديه؟ نعلم أن الجولاني قام بتحييد عناصر كثيرة جدا من القيادات، وخاصة أبو ماريا القحطاني، ومن ثم أبو مالك التلي، والآن مع أبو أحمد زكور، وبالتالي الآن ينفرد في القيادات. يبقى معه بعض القادة كأبو أحمد حدود وغيره، لكن عندما قام الجولاني من خلال قواته بالقبض على زكور، قامت قوة تركية وبعض القطع في الجيش الوطني السوري بتخليص زكور من بين يديه. هل نرى لهذا تداعيات لاحقة؟ أعتقد أنه لا تداعيات لاحقة لهذا الأمر لأسباب عديدة. أن الجولاني وهيئته ما هي إلا أداة تستخدم من الجميع، وبالتالي إذا أراد أن يطال تركيا فإن نهايته قريبة. سوف تتعاون تركيا وروسيا عليه، وكذلك التحالف، وبالتالي سيتم القضاء عليه نهائيا. إذن من أين يستمد الجولاني قوته داخل الهيئة؟ هل يستمدها من العناصر أم يستمدها من باقي القيادات، أم أن هناك من يرتب له الأوضاع بشكل كامل؟ نعلم أنه في الفترة الماضية عندما اتهم أبو ماريا القحطاني بأنه عميل للتحالف الدولي وأنه أساء استخدام علاقاته المتعددة، قام بسجن أبو ماريا القحطاني، وكذلك تم اغتيال ابن أبو مالك التلي وغيرهم. هل يعتمد الجولاني على الأموال لشراء العناصر؟ وهل يعتمد الجولاني على وجود وزارة تسمى حكومة الإنقاذ بداعي أنها هيئة مدنية؟ وهل يعتمد الجولاني على أجهزة دولية أخرى تساعده في إبقاء سلطته على تلك المنطقة رغم التصدعات العديدة في الهيئة الشرعية وكذلك في الهيئة الأمنية؟ نحن نترقب الآن ما هي نتائج تخليص تركيا لجهاد عيسى الشيخ المدعو أبو زكور، وهل لها تأثير على هيئة تحرير الشام؟ وما هي الأسباب التي قامت بها تركيا بتخليص زكور؟ بالطبع لا تريد تركيا لهيئة الجولاني أن تتمدد أكثر من المطلوب في غصن الزيتون وفي درع الفرات، وأن يتم تحجيمها. نعلم أن زكور هو الصندوق الأسود للهيئة ولأبو محمد الجولاني، وما يصدره زكور دليل على أن الهيئة سوف تخاف من تسجيلاته ومن أحاديثه ومن تسريبه للمعلومات. بالتالي نحن أمام تصدع كبير إن لم يتم حجمه وتقليصه في حدوده الدنيا، حتى تستطيع تركيا فرض سيطرتها على كامل المنطقة. تحياتي لكم، نأمل المشاركة، نأمل الاحتفاظ بهذا الفيديو كذلك. شكرا.